هلو يا حلوين، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بألف خير. فلوج جديد. انا مش مصدقه نفسي. المفروض الفلوج اللي نزل لكم ده اللي هو اخر فلوج نزل انا هنزله النهارده وبصور لكم فلوج جديد. يعني انا مش عارفه الصراحه ايه النشاط والحلاوه اللي انا فيها دي. يا رب بس اكمل على كده، لان انا دايما اقعد انزل لكم كده فلوجات ومره واحده تلاقوني اختفيت، ما تفهموش ايه اللي حصل. المهم النهارده انا نازله انا والفهود، هو عايز يخرج عايز يلعب يعني، فقلت خلينا ننزل انا وهو نفطر مع بعض واوديه يلعب، وبعد كده نروح نجيب طلبات البيت لان محمد سافر فانا المسؤوله عنهم لغايه يوم الخميس. هو ما بيبقى هنا وبيبقى مسؤول عننا كلنا، لكن ما دام هو مسافر ببقى انا المسؤوله عنهم لغايه ما هو يرجع. فالحبه بتوع الصبح دول نلحق انا وهو بقى ننزل ونشوف الحاجات اللي احنا عايزين نعملها. وديت طبعا ديدي النيرسري الصبح، وجهزت بقى ولبست والكلام ده كله عشان ننزل. فيلا تعالوا قضوا اليوم معانا، اخرجوا معانا، غيروا جو معانا، لان انا الصراحه بجد عايزه اغير جو. يعني انا عارفه المفروض الفلوج ده يتصور بقى اللي هو يلا تجهيزات المصيف، انا عارفه بس هانت ميبي يكون الفلوج اللي جاي وعد، ميبي يكون الفلوج اللي بعد ده. فيلا تعالوا اوريكم الاوتفيت اللي انا لابساه. ده الاوتفيت اللي انا هنزل بيه. التوب ده كنت جايباه من عند شي ان، البنطلون من ديفاكتو، الحزام من ديفاكتو، والشنطه كمان اهي برضو كنت جايباها من ديفاكتو، حلوه قوي وبتشيل حاجات كتير. وهاخد باك عشان احط فيها الايباد عشان لو قاعد يلعب اقعد انا اشتغل شويه. وبس كده، خليني بقى البس الشوز ونتوكل على الله. عايزه اروح احط بنزين عشان العربيه مفضيه ومهويه، محتاجين نحط بنزين عشان ما تفصلش مننا في الطريق. وبس كده حبايبي، اشوفكم تحت في العربيه. والنبي يا حبيبي، واهم حاجه الفيل يكون جوه الكيس فيل، او موضوع الفيل ده مهم جدا، بس يكون كبير شويه، يعني ما يكونش حاجه قطن، يعني يكون حاجه ناشفه، فيه ناشف. لا ناشفه زي اللي عندها. ايوه او النبي. أيوة. كله الا الحيوانات. ماشي يا بيبي، يلا باي باي. بنملى عليه الطلبات. والله انا غلبانه، انا ما بطلبش حاجه، هما اللي بيطلبوا. فهد مش سي هاي الاول يا فهد، استنى سي هاي. ازيكم عاملين ايه؟ ازيكم عاملين ايه؟ فهد قال لي ده سر بيني وبين بابا، هو مش عايزني اعرف، هو عايز بابا يجيب له ايه. والديدي طبعا حيوانات، يعني ديدي لازم محمد كل ما يسافر بيجيب لها حيوان شكل. مره جاب لها بنجون، ومره مش عارفه جاب لها ايه. يعني هي الحيوانات يعني بتحب الحيوانات قوي. انا غلبانه والله العظيم، بطلب بس شويه حاجات من سيفورا صغننه. والله فاتورتي بتبقى اكبر من فاتورته. عارفين الناس اللي يقعد يقول لك انا ده انا غلبان، ده انا ماليش صوت، ده انا ما بطلبش اي حاجه. عارفين جو الامهات ده، بس بطلب. صدقه نفسي قوي. المهم هنروح دلوقتي نحط بنزين. هنروح فين يا فهود؟ هنروح نعمل ايه؟ نحط بنزين، وبعد البنزين ارجع دارك لورا. بعد البنزين هنروح عند كايرو فيستيفال، وبعد ما نروح كايرو فيستيفال هناكل، وبعد ما ناكل هنلعب، وبعد ما نلعب هنشتري شويه طلبات للبيت. اوكي، وبعد كده نرجع بقى. كفايه كده بقى، كفايه. قشطه. قشطه كبيره، اكبر قشطه في الدنيا. اما تبقى عايز تعمل نفسك روش بس مش عارف. اوكي حبايبي، خلاص وصلنا. الدقايق زحمه قوي الصبح عشان الناس بقى رايحه شغلها وكده، وتحسوا الناس ما شاء الله ما فيش مخ. هو بيبقوا نازلين متاخرين، يعني اغلبهم بيبقوا نازلين متاخرين على شغلهم، فعايز يجري، هو عايز يجري، فانت وسعي لي. فتلاقيه بقى بيبقى وراكي عامل زي الحيتان، انا دايما اقول عليهم حيتان. تلاقيه يفضل يجي كده ويجي كده. عارفين الحوت لما بيبقى عايز يوصل لفريسه فيفضل يجي كده ويجي كده، تلاقيه ورا عربيتك عمال رايح جاي رايح جاي رايح جاي. ليه؟ عشان هو عايز يعدي. طيب ما تنزل بدري، ما تنزل بدري، ليه الاستعجال الاوفر ده؟ وتخيلوا والله العظيم بيقعدوا يجروا بطريقه مرعبه ويقعدوا يعدوا ما بين العربيات كده، انت ممكن تعمل كارثه في ثانيه. بس anyways هنقول ايه؟ يلا الحمد لله. يلا يا اوده. الحمد لله. الحمد لله ايه؟ يلا يلا. مالك؟ يعني هقوم ايه؟ ما تقولش حاجه. يلا انا بقولك يلا، قول لي يلا. قشطه. قشطه. يلا يلا. يلا نطلع نفطر في عيكي. انا قمت في حته تانية. لا خلاص بقى، انا جيت وركنت هنا خلاص. لا حته تانية، يعني حته تانية. لا أنا ماليش دعوه. ليه اي ماله؟ انا بقولك حته تانية، يعني حته تانية.
خلصت الموضوع. لا هنفطر هنا. قشطة. 60,000 قشطة. كل ما باجي بفتكر الإفيه بتاع انك كل ما تيجي ايكيا وتتمشى هنا تكره بيتك، تبقى مروح مش طايق بيتك كده. البتاعة دي قليلة الأدب جدا، خطيرة وطعمها تحفة. شاطر شاطر. الشطارة دي يا ناس، شطور. I love you dude. I love you too يا ماما. استنى حبايبي، هناخد العربية ونروح على البوابة اللي ناحية ماجيك بلانت، لأن هنا بعيد قوي عنها، فهنمشي كتير قوي جوه المول. وأما نيجي هنرجع كل ده تاني عشان العربية، فخلينا نروح نركن في الباركينج اللي هناك، على الأقل يبقى ضل شوية عن الشمس اللي العربية فيه ده. متتوقعوش إن الفلوج ده يبقى طويل زي الفلوج اللي فات، ها؟ يعني الفلوج ده هيبقى النهاردة بس، وأنا حاسة لما الفلوج يبقى يوم هيبقى أسهل، بس ساعات بصراحة بيبقى فيه أيام بيبقى ما فيهاش تفاصيل كتير. مش عارفه انتوا كنتوا سامعيني اصلا من التكييف ولا لا، بس في ايام ما بيبقاش فيها تفاصيل كتير، فباجي اصور لكم فلوج يوم ده ما بيبقاش فيه حاجه اصلا يعني. بس النهارده لا، هيبقى فلوج اليوم بس، لو تقضوا معايا يوم كده وانا محتاسه ومحمد مسافر بس. فيلا نروح البوابه التانية. طبعا الاستاذ ده الاستاذ اللي بيغير كلامه، احنا كنا متفقين ان احنا هنروح نلعب في ماجيك بلانت عشان انا العب معاه، بس هو قال لك لا انا عايز باونس، فمش عارفه. فكده يبقى هو هيقعد يلعب وانا هجيب قهوه واقعد مكتوب عليا الشغل ليل ونهار، مكتوب عليا الشغل ليل ونهار، اشتغل في البيت واشتغل بره البيت، بس يلا معلش. اهم حاجه ان الفهود ايه، هيروح ينبسط. اهم حاجه هيروح هو انت مش هتشتغلي، انت هتشربي قهوه. ما هو مش ده هيبقى المي تايم بتاعك؟ هيبقى مي تايم بس مع شغل انت هتشربي قهوه بس. يا لهوي على ده مطب قذر جدا. ايه ده يا حبيبي؟ ما انا هشرب قهوه وانا بشرب بقى القهوه هقعد اشتغل، فكده مش هيبقى مي تايم، كده يبقى ورك تايم. ما نص كده نص كده. اتس اوكي، المهم ان انت تنبسط يا هدى. اوكي هقعد هنا قد ايه، ساعه ولا ساعتين؟ لا اتس اونلي 1 اور عشان لازم نرجع، عشان اي هاف ا ورك، وعشان كمان منى جايه لنا في الطريق، وجاي لي مندوب شحن لازم اكون موجوده في البيت، وحاجات كتير قوي كده. فهود انا على الابلكيشن الويزر هو بيقول لي ان حراره اليو في هتبقى اكستريم. بصي هتبقى كام؟ 11. يبقى لازم نحط صن بلوك. ايوه هنا بيقول لك بروتكت يور سكين، انت لازم تحطي صن بلوك. موبايلك بيقول كده بجد؟ ايوه بيقول لي يو في 11 ده، وهو بيقول لي يو في 1 بي اكستريم. بس بقى انا عشان كده انا جايبه معايا بقى السان سكرين بتاعي. اوكي احط لك منه انت كمان.
جبت سان سكرين من براند اسمها فيكيشن. البراند دي انا كنت مجربه كل السان سكرينز اللي عندهم، بس كلها كانت كريمات ولوشنز. ثواني يا اوضه، كلها كريمات ولوشنز. المره دي اول مره ينزلوا سبراي زي السبراي بتاع الجسم كده، بس ترشيه على وشك. والصراحه انا حابه الفكره جدا، لان مثلا واحده زي كده مثلا خارجه حاطه ميك اب وحاطه روج وحاطه ماسكارا، احط السان سكرين ازاي؟ فان انا يبقى معايا سان سكرين سبراي دي حاجه حلوه جدا. فخلينا نركن ونحط سان سكرين انا والفهود. بصراحه انا عاجبني الفكره انه يفضل معايا في الشنطه، ان هو از سبراي يعني، عارفين كده اهو بتاع فيكيشن. بصوا بقى، بصراحه انا عاجبني قوي الميك اب بتاعي النهارده. ايه رايك يا فهوده؟ حلوة. لا قمر، بس عاجبني قوي ان انا حاطه ايلاينر اسود خفيف مع ماسكارا وبتاع. المهم بصوا بقى، كده بنربه كده كويس لغايه ما يبقاش سايل، يعني ما يبقاش فيه حاجه قفش في بعضه يعني. اوكي، ونعمل كده بس. حطينا كده السان سكرين او جددنا السان سكرين بتاعتها. تعالى يلا دودو غمض استنى بص تعالى هنا بص هو غمض ازاي. لا مش هينفع كده. يلا لا بص غمض كده. ايوه غمض كده بس عادي. ايوه يلا هنعد 1 2 3 ونرش. اوكي 1 2 3 وعامل بوم. طب استنى بس. يلا 1 2 3 غمض. شفت سهله بس خلاص. يا نحر عيني. حطينا الفات سان سكرين. صراحه فكرته حلوه، تقريبا ب 300 وي حاجه كده، بس الصراحه لطيف جدا. عشان لو عايزه تجددي السان سكرين بتاعك، انا اوريدي حاطه في البيت، بس كده احنا جددناه من غير ما نشيل الميك اب ومن غير ما يسيب اي ملمس دهني يعني. بصوا تحفه. هحط لكم اللينك بتاعه على نون، لان انا جايباه من نون، وهحط لكم كمان اكواد خاص من نون عشان لو حابين تعملوا اي اوردر من عندنا. نجيب اشرب ميه. جو حر مش طبيعي يعني، مش عارفه الصراحه. على بس الجو يتحسن اما شهر 8 يخلص، لان الجو بجد مش طبيعي. ايوه خلاص اهو عديت 125. وريني. باي. قولي باي. طيب خلاص دخل يلعب. رحلة البحث عن مكان نشرب فيه قهوة. يعني بصراحة ما شربتش قهوة كتير هنا، فخلينا نشوف. في كافيه هنا كنت انا بقعد فيه، ممكن اروح اقعد فيه والله، تحت نيشان تاشيه على طول. يلا بينا. بس هيفتحوا هنا باباروتي ده كان حبيبي هناك في الامارات، يعني احلى حد ممكن تاكله من عنده. بان دي خطيره. ان شاء الله يفتح قريب. اوكي حبايبي، انا جيت قعدت هنا في سلانترو، مكان زحمه قوي، مش عارفه اصور من الناس اكيد، مش عارفه اصلا انتوا سامعيني ولا لا، بس طلبت قهوه وهقعد دلوقتي بقى اشتغل شويه على ايباد. حاطه صورتي في كل حته، موبايلي وعلى الايباد، حب ذات مش طبيعي. المهم هقعد اشتغل هنا شويه لغايه ما الساعه بتاعه الاوضه تخلص، وبعد كده اخده بقى ونروح نجيب الطلبات من سيتي سنتر عندنا في المعادي. اوكي يا حبايبي، اشوفكم كمان شويه بقى عشان الدنيا زحمه والناس تتفرج عليا. مش عارفه فين. انا بحب الجو قوي هنا. انزل تحت هنا يختفي. لقيته. عايز ايه؟ السوكس التاني؟ ايوه. طب ما طب تعالى اقعد هنا على السلم. عشان ده بيوجعني. ماشي. كنت جامب دول 4 حاجات. شكله حلو قوي. حط خليه يمشي كده نصوره. يا روحي سيبه اعدله بس، سيبه عشان يعرف يمشي. ايوه كده. خدنا لها ده
شكله كيوت قوي. اوكي حبايبي، اشترينا للديدي الباني، شكله حلو قوي، كان عليه سيل كمان. فالصراحه عسول، اول ما شفته بيمشي كده تخيلتها زي العبيطه وهي عماله تجري وراه. فبس انا اكسايتد قوي ان انا اوريه لها، هبقى اصور لكم رد فعلها اول ما تشوفوا. الصراحه متحمسه قوي انها تشوفه وهو بيمشي كده. كنت عايزه اجيب لها البني لانه كان عاجبني اكتر، بس كانت لاست بيس وما بقاش غير الابيض والبينك. وبعد ما خدت الابيض رجعت قلت لا هيتبهدل، خليني اخد لها البينك يعني. الصراحه شكله كيوت قوي. انبسطت. بصراحه انا كمان انبسطت النهارده مع ان اليوم هلك، بس انبسطت. وده ايه يا ماما؟ فهد بقى جاب لي ديدي لولي بوب بعد ما جبنا له الميلك شيك. قال لي ماما مش هنجيب كاندي لديدي. فالصراحه انبسطت قوي، انبسطت، حسيت ان انا ربيت، عارفين كده. مين اللي هيدفع ثمن اللولي بوب لديدي؟ ايوه هو اللي هيجيبها لها. خلينا نجدد الصن بلوك، لان انا بحط بالليل ريتينول. فالريتينول بالليل لازم الصبح تكوني يعني مأمنه نفسك بسان سكرين على قد ما تقدري. اوكي الكحل ساح فوق بس والنم شكله عسل. فيلا خليني احط سان سكرين. طبعا الحاجات المضغوطه اللي زي كده اوعوا تسيبوها في العربيات عشان بتنفجر. اوكي المفروض الصح ان احنا نمشي معانا ايه؟ يدري سان سكرين. احط لك حاضر. المفروض بقى ان احنا كمان نمشي معانا اللي هي الثيمرال ووتر. يلا اوكي. المياه الحراريه لازم طول الوقت، وبدال انتوا بتخرجوا في الشمس او رايحين مصيف او حاجه زي كده لازم برضو الثيمرال ووتر دي ترشوها، وبعد كده حطوا سان سكرين عشان ترطب لكم وشكوا طول ما انتوا في الحر. بس المفروض دلوقتي بقى انا هروح على البيت. خلاص يا فهد الكرسي بقى احسن، يلا رجع ظهرك عشان اربط لك الحزام. المفروض ان احنا دلوقتي هنروح على البيت. اعدل ظهرك يا ماما، اعدل عشان اودي فهد البيت. تكون منى وصلت على ما نوصل. اديك موبايلك واسيبه بقى مع منى، وانزل انا بقى اجيب طلبات البيت عشان احنا محتاجين شويه حاجات للبيت كده. والمفروض محمد كان يجيبها لنا قبل ما يمشي، بس للاسف يعني ما لحقش، الوقت كان ضيق. فانا هنزل اعمل المهام الوظيفيه دي. عماله افتح في سوست واقفل في سوست. افتح لك الهوت سبوت، هو مفتوح اصلا يا اوده. قلت نفسيك عيالنا درسها البودرة وكيت على اسالكم بالقلب عارف الناس صوت واناني ما بقتش اعرف نفسي واسمي وبقول براحتي اللي يميزني. فاينلي اخيرا وصلنا عند البيت. طبعا دي ما خلصتش من عندي، انا لسه مشاويري مكمله يعني. لسه هروح السوبر ماركت، وبعد السوبر ماركت هروح اجيب ديدي، وبعد كده بقى خلاص اوه النهارده الثلاث يا فهد. ايوه عندنا تمرين، عندنا تمرين. اشوفكم وانا نازله، هطلعه وانزل تاني. اوكي حبايبي وصلنا الفاخوت خلاص البيت، وانا خلاص رايحه السوبر ماركت اهو اجيب طلبات البيت. جو مش طبيعي، فرهضه كتير قوي النهارده، بس معلش نتعب النهارده عشان نرتاح الكام يوم اللي جايين دول. وعلى ما نوصل للعربيه اللي انا مش عارفه انا ركنتها فين اهي. اليومين دول بقى عندي شغف مش طبيعي بالشنط، وده على عكس عادتي. انا عمري ما كنت من الناس اللي بتحب تشتري شنط كتير، والله ما بارك الدولاب عندي مليان فيه شنط واشكال والوان. بس انا مش عارفه اليومين دول انا يعني ابسس قوي بموضوع الشنط ده. يعني عندي وهم مش طبيعي، بيبقى كل ما بيعجبني شنطه ببقى عايزه اشتريها، والموضوع كده هيبقى كارثي. يعني اعدي العربيه ازاي؟ مسافه ضيقه قوي. بس بقيت موهومه بالشنط، الشنط بقيت واكله دماغي الصراحه. بس anyways يلا خلونا نحط الحاجه في العربيه. حاسه النهارده ان انا هلكت. لا والمفروض ان احنا كمان هنروح التمرين اللي هو احيل. بما اننا بنتكلم بقى على موضوع الشنط، رحت ارجع العربيه اللي انا كنت حاطه فيها الطلبات. انا من الناس اللي باخدها ارجعها مكانها. انا عارفه ان في ناس بيرموهم في الباركنج كده عادي، بس لا انا بحب ارجع الحاجه مكانها. المهم نرجع تاني لموضوع الشنط. انا زي ما قلت لكم اليومين دول موهومه قوي بحوار الشنط ده، بس يعني اكتشفت ان انا عندي ميزه حلوه قوي. هي ايه؟ انا عارفه ان انا ساعات الميزه دي بتختفي من عندي وبظبط زي العيال الصغيره، بس انا بقول لنفسي دايما اما يبقى عندي من الحاجه كتير اقول لنفسي ايه بقى، استنوا اثبت الكاميرا. اوكي انا نسيت
الكاميرا بتاعتي في البيت، فمضطرين نصور بالموبايل يعني. المهم انا دايما بقول لنفسي ايه اما الاقي نفسي موهومه بحاجه قوي، اروح قايله دعاء انت محتاجاها، يعني هل هي ضروريه انت محتاجاها؟ فبلاقي اني لا، انا مش محتاجاها، هي بس عجباني. فلا، طالما هي بس عجباني وانا مش محتاجاها فانا مش هشتريها. حرفيا بحب كتير ان انا مثلا اشتري ميك اب، عايزه اشتري ميك اب، بس برجع اقول هل انت محتاجه ميك اب؟ هل انت محتاجه ميك اب؟ لا انا مش محتاجه ميك اب، انا عندي ميك اب كتير. فلا دعاء ما تشتريهاش. مش دايما الموضوع ده بيغلب، يعني ساعات ببقى طفله قوي واشبط في الحاجه ولا عايزاها، لكن في اغلب الاوقات بنسبه مثلا 90%، مش عايزين نوفر نقول مثلا 80%، لا بتغلب على الشبطان بتاع العيال الصغيره ده وبقول لا، مش هجيب الحاجه انا حرفيا مش محتاجاها. اما ابقى محتاجه الحاجه ابقى اروح اشتريها، ما اشتريش من اجل الشوبينج وخلاص، اللي هو لا انا عايزه اجيب، لا مش هعمل في نفسي كده. فالشنطه شفت جوه الشنطه عجبتني موت. يعني انا مثلا اللي محتاجاه دلوقتي ايه؟ محتاجه دلوقتي سليبرز مثلا، فبدور على سليبرز، لو لقيتها اشتري تمام. لكن دلوقتي شفت شنطه عجبتني موت، تحفه. طيب هل انت ده محتاجاها؟ لا هي جميله، لا يبقى خلاص ما تاخديهاش. ف حاولوا تعملوا زيي، انا بحاول والله. طبعا مش كل مره بينجح الموضوع، بس بحاول يعني بنسبه كبيره بينجح. ميعاد بقى حضانه دياله، انا دايما عامله الارم على الموبايل عشان ما تسحلش، لان انا ساعات بتسحل في الشغل، ساعات بتسحل في مشوار، ساعات بنام باخد ناب كده الظهر ببقى تعبانه قوي. فدايما عامله الارم للحضانه بتاعه دياله قبل ميعاد حضانه دياله بربع ساعه، الالارم بيضرب عشان ما سقطش بنتي، عشان انا في الحلويات. الله والله تصوير الموبايل جميل، بس هو قريب قوي. الموبايل ما فيهوش وايد، يعني ما بيجيبش من بعيد غير بالكاميرا اللي ورا، بس انا بصور بالكاميرا اللي قدام. حلوه قوي، الدركسيون ضارب في الكاميرا، بس اوكي. الوانها حلوه اهي. بصوا انا بحس ان كاميرا الايفون واللي قدام بيرفكت لو في اضاءه حلوه، لكن لو مفيش اضاءه حلوه فهي ابشع كاميرا ممكن تتعاملي بيها في حياتك، دي الكاميرا اللي قدام. اوكي كده خلاص، مفيش اي حاجه نقولها. خلص بقى الشارع كله واقف وراك. بص حلو اللي راجع من النيرسري، سي هاي. طلعت لها موزه من الشنط، تحب الموز قوي قوي. هاي ديدي، سي هاي. يا روحي. كل مره باجي اجيبها من النيرسري بحط لها حاجه تاكلها على الكرسي، اول ما بتقعد على الكرسي بتاخدها وتاكلها. يا دودو ايه مامي. هاي. تشوف نفسها عشان تقول باي. ديدي سي باي. شاطرة. لازم تشوف نفسها الأول. باي شطورة. حط الحجرة دلوقتي في الأرنب وتعالوا نشوف رد فعل ديالا عليه، بتهيألي هتتهبل عليه. اوكي حبايبي خلاص حطيت لها في الحجرة، ويلا تعالوا نشوف رد فعلها. هاي مامي. بس قاعدة استنى يا فهد. ديالا يا روحي. What is this? Rabbit? سوسو ده كده، وقع اهو. يا روحي. هتقولها يا فهد. يا روحي. خايفة تمسكه. رابط عادي كده يقول ايوه الرابط. استني خد فاكرة حقيقي. امسك. خايفة يا روحي. دونت وري يا ماما، ما تخافيش يا روحي. لا ليه ما تخافيش. بتجري. ايوه رابط. دونت وري يا ماما، اتس توي ما تخافيش.
تجيبني عشان امسك ولا استني طيب اهو تخافيش it's okay don't worry يا روحي تديله كس ليه خايفه منه ليه؟ اوكي حبايبي جيت اهو اديت فهد التمرين. عارفين كنت تعبانه مش قادره والله العظيم ما كنتش قادره انزل خالص بس يعني قلت مش مهم خليني انزل عشان يرجعوا هلكانين ويناموا ويريحوني. طبعا انا قاعده مع ديالا بره عشان لو شافت الميه هتشبط وهتصمم انها تنزل وهيبقى ليله بيضه فانا قاعده بيها بره ومنى مع فهد جوه في التمرين. بصراحه انا مش عارفه كده اليوم خلص ولا ايه بس بجد انا النهارده هلكت والله حاسه اليوم بتاعي كان طويل قوي بس هلكت. يعني في واحد جنبي بيتكلم صوته عالي جدا طبعا فمش عارفه حاساكم مش سامعيني. المهم anyways خلينا نشوف بقيه اليوم بس هنقفل اليوم بقى للاخر مع بعض يعني هاخدكم معايا لغايه بالليل بقى اما نيجي ننام. المود مش احسن حاجه خالص مقريفه وبصوا قاعده لوحدها ازاي. هرمونات البنات دي مرعبه قوي يا جماعه. صباح الخير. مش قلت لكم امبارح هيبقى الفلوج يوم واحد؟ انا كدابه. يلا يا ديدي تاني يوم نسيت اقفل معاكم الفلوج امبارح فهنكمل النهارده. تعالوا شوفوا ديدي وهي نازله رايحه النيرسري. عايزاكم تبصوا على تسريحه الشعر بس شوفوا قد ايه انا انسان فنان يعني مفيش كلام يتقال انا فنانه. يلا شطورة برافو ديالا برافو تعالي العربية هناك تعالي شاطرة تحب تعتمد على نفسها قوي متحبش حد يساعدها. تعالي يا ديالا يلا بس حتى مش عايز تمسك ايه. طب تعالي من هنا ماشي يا الله. يلا يا حبايبي صباح الفل. امبارح نسيت اقفل معاكم الفلوج لاني بجد امبارح كنت تعبانه قوي يعني بجد كنت هلكانه. رجعنا من التمرين ديالا قعدت تعيط عياط مش طبيعي بجد مش طبيعي. انا لما باخدها التمرين بتاع فهد بيبقى في مكان جوه بتاع حمام السباحه هي بقى باخدها بقعدها بره لان هي لو شافت حمام السباحه ما خلاص كده شكرا. فالمهم كنت قاعده بيها بره ومنى قاعده بفهد جوه ودي في ولد صغير قدها في السن بالظبط بيلعب بكوره صغيره هي مصممه تاخد الكوره بتاعته بال طبعا الولد عايزها وهي عايزاها. كانت حرب بقى في الملعب اللي بره فخدتها وتمشينا قدام شويه شافت حمام السباحه الصغير ودي على كلمه واحده شاور تستحمى وانا مفيش. وكان ناقص بالظبط 10 دقايق على تمرين فهد ويخلص. فحقيقي من قبل ما تمرين فهد يخلص ب10 دقايق لغايه الساعه 12 او 11 بالليل ديالا بتعيط زن وعياط وتتعصب ومسكت الارنب اللي انا اديته لها مسكته ورزعته. اوكي ماشي. وعارفين منتهى بقى ايه قله الادب وانا والله العظيم صابره وساكته بس كنت خلاص بقى طاقتي خلصت وانتهت ولا قادره اتعب نفسي معاها ولا اهاتي معاها ولا اي حاجه مش قادره. المهم امبارح طبعا انا نزلت لكم الفلوج المفروض اللي هو قبل ده وقد ايه مبسوطه. انا قايمه الصبح على تعليقات زي القمر لان انا نزلت الفلوج الساعه 11 بالليل وانا على السرير خلاص بنام. تعليقات حلوه قوي بجد انا بحبكم وحياه ربنا بحبكم حب مش طبيعي. كلامكم كله حلو بحب حكاياتكم وبحبكم تقعدوا تتكلموا معايا في الكومنتس. بجد انبسطت قوي امبارح يعني انبسطت بطريقه مش طبيعيه من تعليقاتكم بجد. ويمكن قناه الفلوجز من القناه اللي بقعد اقرا التعليقات بتاعتها تعليق بجد من كتر ما بحس ان القناه دي بقى كده خفيفه كده ملهاش علاقه بتعليم حاجه ملهاش يعني علاقه بان انا اعرفكم حاجه. قناه سلسه كده وما فيهاش حوارات. فالصراحه بحب قوي قناه الفلوجز مع ان ما عملتها والله عملتها بمحض الصدفه بس قد ايه كان احسن قرار خدته في حياتي ان انا عملت قناه الفلوجز دي. انا هكمل معاكم النهارده الفلوج لغايه نص اليوم لان احنا نازلين نشوف شنطه المدرسه بتاعه اوده
فهاخدكم معايا واحنا نازلين نشوفها. والصراحه اسعار شنط المدارس يا اختي كارثه من كوارث الزمن حرفيا. ايه الارقام دي؟ ايه الارقام دي؟ فهد مش عايز عربيه بترولي، يعني عايز قصدي عايز مش عايز شنطه بترولي، عايز شنطه عاديه. فده اللي ان شاء الله احنا هنعمله. هروح بقى ارد على محمد انه متصل الصبح يطمن علينا وارجع لكم تاني بقى ما نيجي نازلين مع بعض او ساعه ما هنعمل الفطار، مش عارفه بس ارجع لكم تاني. هلو حبايبي، يلا خلينا نحضر الفطار. هنسلق بيض. انا ما كنتش زمان باكل بيض خالص يعني نهائي، بس من بعد ما عرفت اهميه البروتينات بالذات لو انت شخص بتلعب رياضه. انا دلوقتي ما بنزلش الجيم طبعا عشان محمد مسافر، والحبه بتوع الصبح دول فهد ما يقعدش فيهم لوحده، بس البيض مهم جدا 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 جدا. في بنات قالوا لي ابقي اغسلي البيض بميه ساقعه، بغسله بميه ساقعه وبرده بيطلع فيه القشر. قالوا لي اعمليه كده على رخامه يعني خلي القشره كلها تتكسر عشان تبقى سهل ان انت تطلعيه، وبرده بيلزق. في بنوتين تقريبا قالوا لي حطي خل مع البيض وهو هيقشر بسهوله. فانا هعملها دلوقتي واديكوا فيدباك. هحط ملح يعني كالعاده زي ما احنا متعودين، وهنحط خل. فين الخل؟ اوكي بس قالوا لي حطي معلقتين خل. هنستنى البيض وهنشوف الفهود عايز يفطر ايه. وده قلت لكم مره تانية عشان نروح نشوف الشنطه بتاعه الفهود. طيب انا بحبش البس طرحه بيش كتير او طرح ملونه كتير. طرحتي الاساسيه فوريفر هي الاسود. بحس الاسود بيحليني، بحسه بيليق على اي حاجه، بحسه بيبين وشي. واما بلبس اي الوان تانية بحس ان انا شخص بهتان والله العظيم. والكونسبت بتاعي في موضوع الطرحه ده هو ان انا لو بشعري هيبقى ايه؟ هيبقى غامق، يعني اكيد هيبقى لونه اسود بني. فدي الالوان اللي بحس نفسي بيها، وانا ما بحبش البس طرح بني الصراحه. فبالنسبه لي الطرحه السودا دي حبيبه قلبي بجد يعني. فحاسه ان انا غريبه شويه، بس اقول لكم على حاجه، على قد ما الطرحه السودا جميله وزي القمر، على قد ما انها بتسحب الحراره بشكل مش طبيعي. انت بتحسي ان كأن في سبوت شمس فوق راسك كده. ف لبست طرحه بيج بما اني في حته كده ببقى بمشيها، فمش طالبه الصراحه ان راسي تولع يعني. ده الفرع اللي انا هشوف فيه الشنطه، يا رب الاقي له شنطه حلوه. يا حبايبي عنده اوبشن حلو للشنط، فاحنا هنيجي ناخد من عنده الشنطه. وكمان اسعارها مقارنه ببره حلوه جدا يعني اغلى شنطه عنده طبعا هي عنده الترولي. اغلى شنطه في الترولي تقريبا ب 1300. هو فعلا مش عايز ترولي، عايز شنطه عاديه. فاغلى شنطه عاديه عندهم 900 جنيه. فده حلو جدا طبعا مقارنه باماكن تانية بره. ف ثواني ارد على اودها. ايه يا اوده؟ طب استناني انا 5 minutes واكون عندك. يلا حاضر هكلمك لما يجي. يلا سلام. بس فخليني اروح اجيبه عشان ينقي شنطته. الصراحه محمد قال لي يعني اسمها ايه دي، هاتيله الشنطه على طول. فرحت قلت له لا الصراحه انا عايزاه هو اللي ينقيها عشان يكون مقتنع وحاببها يعني. فهدى يا ماما عامل ايه؟ الحمد لله. Are you ready عشان تختار شنطتك؟ ايوه. الشوز؟ يس. اوكي مش نسرح شعرنا كده قبل ما ننزل؟ هننزل منكوشين كده. عايزه هات سبوت؟ ايوه عشان هو مش بيعمل انجنتاز. ماشي اوكي. للفهود حاجته خلاص، هبقى اوريها لكم اما نروح. مبسوط؟ في حد ينزل منعكس كده؟ تعالى بقى نروح نجيب اللانش بوكس واللانش باج. استنى انا نسيت حاجه. ايه ده؟ ايه ده؟ شفت ده؟ ايه اللي هناك ده؟ مش عارف. اهو
اوكي حبايبي، دي الحاجه اللي جبناها للفهود عشان المدرسه، فتعالى اوريكم اشتريت له ايه. الشنطه محمد اللي عجبته الاول وكانت عاجباه الشنطه دي، بس كانت عاجبه محمد اللي على اسود، بس فهد بيحب الكحلي والازرق اكتر فجبناها كحلي. مش عارفه هتحسوا انها باينه ولا لا، بس هي كحلي كده الارضيه بتاعتها، والاطارات اللي فيها دي شويه لونها رمادي، في مكتوب عليها من هنا اكتف، ومن هنا اللي هي الخامه اللي فيها تهويه او تنفس، وفيها سوسته 2 3 4، فهتشيل الشارع كله، مش المدرسه، الشارع كله. وفي جيبين هنا وجيب كبير فيقدر يحط فيه الازازه بتاعه الميه بتاعته. دي بقى للجزمه، جبت له برده جزمه من عند اكتف. انا جبت جزمه لفهد من اكتف اول سنه دراسه، والصراحه استحملت وكانت زي الفل. السنه دي السنه اللي فاتت كان محمد جايب له جزمه من السعوديه وبرده كانت مستحمله معانا وزي الفل، بس اما جيت حسبتها نجيبها من هنا ولا نجيبها من السعوديه، لقيت لا، ان احنا نجيبها من اكتف ارخص بكتير. فجبت له الجزمه دي. اوكي مش عارفه هتشوفوها ولا لا، هي كلها جزمه سودا وفيها رمادي خفيف كده، ولازم جزمه سودا. الجزمه السودا بتتحمل تحمل مش طبيعي. جبت له كمان بنسل كيس، هو اللي اختارها، اختار البنسل كيس دي، فيها جيبين، الجيب ده وجيب تاني، بس هي ما شاء الله يعني كبيره، اللي هي تشيل الالوان وتشيل الاستيكه بقى والمسطره والحاجات دي كلها، وصغنونه يعني. احلى حاجه برضو ان هي صغيره فمش هتاخد مساحه كبيره في الشنطه. وجبت له اللانش بوكس ده، كان رخيص موت، كان بكام؟ ب 179 جنيه. تمام، فخلينا كده نفتحه ونبص عليه مع بعض. هو شبه بتاع سيستيما بالظبط. تعالوا كده اوريه لكم. اهم حاجه يكون فيها مكان ينفع احط فيه العصير. تمام، هي بتتفتح كده من 4 نواحي، اوكي، وفيها مكانين كده فوق. المكان ده بحط ان يوجوال فيه العصير، وهنا السناك يعني بيبقى متقسم، وتحت الساندوتش. بس فهد السوبر سامبل في موضوع الاكل بتاع المدرسه ده، لان هو بيفطر في البيت قبل ما ينزل، يعني ممكن ياخد معاه ياكل كورن فليكس الصبح ولا حاجه، وبعد كده يكمل اكله ده في المدرسه، فبيبقى حاجه بسيطه لانه بيرجع يتغدى على طول. بس ناقص بقى اللانش باج. اوكي، رحت اجيب لانش باج، طلع يعني مقاساتهم كبيره قوي. انا عايزه لانش باج صغيره قد كده. بفكر حرفيا اني ما اجيبلوش لانش باج واحطه في الشنطه، ان الشنطه ما شاء الله مليانه جيوب، مليانه جيوب، فلسه مش عارفه. خليني كده افكر واخد وادي في الموضوع، واشوف ان كانت هنحتاج ان احنا نجيب لانش باج ولا لا. هو عنده بس بتاعته اتبهدلت من السنه اللي فاتت، فهنشوف. وبس كده حبايبي، الفلوج خلص. يا رب الفلوج ده يكون عجبكم. انا حاساه كان ممتع الصراحه امبارح والنهارده، وكان في فرق كتير. وانا عارفاكم بتحبوا خروجات الشارع، بتحبوا تخرجوا زي وانا بقالي كذا يوم كده عماله الف في الشوارع، فبجد خلاص هلكت. مع اني كنت ناويه وانا نازله، انا عماله وانا جايه اقول انا ناسيه اجيب ايه، انا فاكره اجيب ستاند للعربيه، يعني لان الستاند اللي عندي في العربيه ده مش عملي خالص وزي الزفت، فعايزه اجيب ستاند للموبايل والكاميرا للعربيه. بس بعدين بقى انزل اجيبه بعدين، لان انا خلاص هلكانه، عايزه اقعد بقى في التكييف بقى في الحر بقى اللي احنا فيه ده، واقعد اعمل مونتاج لفيديو هينزل النهارده على الانستجرام، فمحتاجه ان انا اكن بقى اقعد بقى. فبس كده حبايبي، اشوفكم الفلوج الجاي ان شاء الله. ما تنسوش تعملوا لي لايك وكومنتاتكم الحلوه اللي بتفرح قلبي كده من جوه اما بلاقيها تحت الفيديوهات. بحبكم قد الدنيا، واشوفكم الفلوج الجاي ان شاء الله، اللي اكيد مش هيكون بعيد، ان شاء الله هيكون قريب.